ابو براك. هلا. هلا ابو براك. هلا اخوي. هلا سعود. الحمد لله على السلامة. هلا. الله يسلمك. ايش رايك بالتجاذب اللي قاعد نسمعه الان بين الوزير رضوان الرضوان والمسلم البراك؟ ما هو تجاذب. ما حدث الآتي يعني القبس مهنيا نزلت محاضر التحقيقات او نص الحكم مال المحكمة. نعم. للمتهمين الإيراني بشبكة التجسس الإيرانية، وكان جزء من هذا الكلام يقول ان محامي الدفاع للمتهمين طلب ان استدعاء رئيس الوزراء علشان يسأله انه اذا كان متصل بالسفارة الإيرانية او كذا. يعني هذا طلب محامي الدفاع يسوي كل شيء علشان ينقذ الموكل ماله المتهم. المحكمة لم تأخذ في كلامه ولم يعني تصغي لهذه الطلبات اللي ما لها معنى. الأخ مسلم أخذ هذا الجزء مما نشرته القبس واعتبره خبر. هذا مو خبر. يعني حتى لو في كلامه مع الرضوان ان هذا الخبر وينكم عنه، هذا مو خبر، هذا نقل لنص الحكم اللي اصدرته المحكمة. سواه خبر. واحد. اثنين، اعاد صياغته واعاد تحريفه وتزويره الكلام هذا وطلعه للناس كانما امس احد وزراء ناصر محمد راح السفاره الايرانيه ويبي يجمع الكتل النيابيه علشان يحقق وياها او يتفق وياها كيفيه استجواب ناصر المحمد ومساءلته على الاعتذار للسفاره البريطانيه. كلام ما يصدقه مينون. طبعا في هناك قنم راح يصدقون مسلم بدون شك، مثل صاحبك ابو فاطمه هذا. انما نرجع مره ثانيه نقول ان هذا يعني اخذ الخبر، اخذ كلام سواه خبر وهو مو خبر، حرفه زوره وخلى تصريحه فيه كانما حدث امس، وهو سالفه صار لها سنه وشوي من صادوا الايرانيين. سنه صح. يعني مو شيء تو صاير. هي القضيه مو تو، من سنه صار لها. صح. حتى بالطريقه هذه. الاسباب مالته طبعا انا شخصيا متعود في متابعتي لمسلم البراك وتاريخه وتصريحاته. هذه اساليبه. مسلم انت مساء اشرت لي لنقطه مهمه. يعني ما في انسان تجرأ في تاريخ البشريه انه يوقف يتحدث عن حريه التعبير وهو قبلها، يعني يدافع عن حريه التعبير وهو قبلها مقوم 60 قضيه على الاعلام والاعلاميين، وهو اللي فرحان في تشيك استلمه على احدى القضايا ومسوي حفله غدا على حساب هذه القضيه، ويوقف بكل جرأه وبكل صفاقه ما ادري غاسل وجهه بشنو ويوقف يتكلم عن حريه التعبير. انت تدنس حريه التعبير لما تتكلم عنها يا مسلم. مع هذا نرجع مره ثانيه عشان اوريك هذا اذا واحد عنده هذه القدره وهناك جمهور غبي يصفق، ليش لا يكمل المسيره، يكمل المهمه. الان ياتي مره اخرى ويكرر نفس السالفه، ياخذ شيء يلفقه وهو يعلم جيدا ان هناك عنده ناس بالترتيب ولا بالتلقائيه من الاعلاميين الكل راح يصفق له. النسيب منصوب، محمد وشيحي منصوب، سعد العجمي العاشق المولع هذا منصوب ثاني، مشاري العدواني منصوب. عند هذه المجموعه راح تغرد الله ناصر المحمد راح واعتذر السفاره، امحى ناصر المحمد. هذا اللي بيسوونه. طبعا الغباء اللي يتهم فيه الحكومه ويتهم فيه ناصر محمد هو غباء لاصق فيه ولاصق في ربعه، لان هذول الاغبياء ما يلاحظون ان هم في اساءتهم للحكم الكويتي ولرموزه يسيئون للبلد كلها. لا يوجد شعب في العالم يا سعود محترم اذا كانت قيادته غير محترمه. صحيح. لا يوجد شعب في العالم وفي التاريخ احترموا الناس وحكومته وقيادته غير محترمه. هذول الكلاب اللي عندنا ما عندهم شغله الا الاساءه للحكم ولرموزه في الكويت. هذا الاخ الحين اللي قاعد يسويه قاعد يسيء حق ناصر المحمد امام قيادات الخليج، قاعد يسيء لموقف الكويت امام دولها الشقيقه، وبعدين تكلمني عن الوطنيه. الله يلعن ابو الوطنيه اللي ربطتنا فيك. هذه المشكله. بس ارجع مره ثانيه واقول هناك غنم يصفقون ويرجعون يرعون، وهذا واحد والله مسلم البراك لو يمنعون صوره من الجرايد ليموت خلال يومين.
هذا ما عنده شغله الا كل يوم بيصرح على اي شيء علشان صورته ترتز بالجريده وتصريحه يطلع وعنده القلم يصفقون، ما في ثاني. والهدف بالنهايه انا اتحدى من هالغلم اللي يقول لي ابو براك لمصلحه مين؟ اتحداهم يقولوا لي مسلم البراك شنو شيء واحد سواه في تاريخه ولا تاريخ معذبه اللي فاد الكويت. شيء واحد فاد فينا الكويت، كل شيء سواه مضره. اللي انا اقول لك اللي فاد سحب من المال العام وادفع كوادر زيادات مش عارف، هذا تصرف احمق. ولكن نرجع ونقول ابي شيء سواه، ابي قانون طلعه في خير حق الكويت. كل شيء سواه في دمار على راسهم. ما الكويتيه لا يشترون طيارات ولا يأجرون طيارات، على راسهم قانون الاسكان المصيبه اللي سواه ويا السعودون، قانون البي او تي، المستثمر الاجنبي، ادمروا البلد. ادمروا البلد، هذا كل اللي استطاعوا يسوونه، وهذا المخطط اللي هم قاعدين ينفذونه. هو معذبوا بقيه الجوقه اللي عنده. ابو براك واحد يوقف يقول لي مسلم البراك ايش فاد الكويت فيه؟ ابو براك ابي المصلحه من لاساءه سمعه الكويت امام دول الخليج؟ ما هي مو اساعه او عزل الكويت من دول الخليج يعني. سعود ليس فقط ضرب المصالح الكويتيه، هي القضيه كلها انك انت ابيك تدمر الديمقراطيه من الداخل، ابيك تشوه العالم الديمقراطي. اليوم ماكو واحد بالكويت، هذا انت قاعد واللي قاعد يقول لك من قام يحترم الاستجواب، من قام يحترم نائب مجلس الامه، من قام يحترم مجلس الامه، من قام يحترم الديمقراطيه بسبب هذه الممارسات الغبيه، بسبب هذه الممارسات اللي مو غبيه، ممارسات مدروسه للاساءه للديمقراطيه، هذا اللي يسعون له، وفي طريقهم هذا لازم الكويت تتدمر. يعني انت مو تسيل الديمقراطيه والكويت تقعد في معزل، لا لازم تستغل الديمقراطيه للاساءه وللاضرار بالكويت، علشان الناس تكره الديمقراطيه. سلم البراك شو يقدر يسوي حق الكويت هو وتاريخه كله؟ زين لو لم يكن عضو مجلس امه ولا يقدر يسوي شيء، ما يقدر يعرف حتى حكراته. لكن كون عضو مجلس امه موجود بيستغل هذا الموقع علشان يحقق المخطط المرسوم، الاضرار بالكويت، الاضرار بالديمقراطيه، حتى الناس تكره هذا الشيء اسمه ديمقراطيه. انت تقول حق مساعد فاطمه وما ادري واحد متفوليات ترضى تتكلم عن الشيخ نايف الامير نايف؟ سمو الامير نايف وسمو الامير نايف والحكم السعودي اذكى واجد من انه يسمح بديمقراطيه عشان طلع على اشكال مسلم البراك. زين انا ما اخلق الجو اللي يطلعون لي هذه النباتات الشريره في مجتمعي عشان كل واحد ما يسوى له بيزه قام يطول لسانه على اللي اكبر منه واللي اكبر من تاريخه. هذا اللي قاعد يصير عندك. هذا اللي قاعد يصير عندك، وهذا المخطط هو انك انت تدمر الديمقراطيه من داخل، تزيل هذا البلد اللي تبنت الديمقراطيه، تكره الناس في الديمقراطيه، وقاعدين يحققونه بنجاح منقطع النظير. والله ابو براك يعني مع احترامي لرايك، ولكن انا احس يا ابو براك ان هذه مؤامره لعزل الكويت عن الخليج. يعني ومن خلال تشويه سمعه الشيخ ناصر بهذه الطريقه. سعود قاعد يقول لك هذا المخطط، انت قاعد تتكلم لي عن هذه الحادثه. انا ما انا اشوف الحادثه هذه مجرد قطعه في الصوره الكامله. تعرف الجيكسو القطع اللي تركب منهم لوحه؟ نعم. هذه قطعه من القطع الكثيره تركب منهم اللوحه اللي مرسومه حق الكويت. انا ما قاعد اختلف وياك، انا قاعد اقول لك بس هذه مو قضيه قائمه بحد ذاتها، هذه جزء من المسلسل المريض اللي قاعدين يمارسونه. يعني شنو الفرق بين هذه وطلعته باتهاماته حق وزير الداخليه واساءاته، ولا لما يوقف لي واحد مثل مسلم البراك لولا الديمقراطيه ما يسوى العقال اللي لابسه، ويقول حق ناصر المحمد زين مو معصي 60 معصي، لا والله معصي عليك وعلى شواربك يا مسلم. وانت شنو؟ انت شنو؟ فانت لا تخاف على السعوديه سعود، لان السعوديه ما راح تسمح بجو تطلع فيها الاشكال، ما راح تسمح. زين احنا اللي غلطنا وطلعنا الاشكال والامراض النفسيه. يعني انت انتبه يا اخوي. انا ابو براك اللي ذابحني بالكويت يسبون للشيوخ واللي راحوا زي، ونفس الشخص اللي يسب للشيوخ هنا بالكويت اللي راح عرس بالسعوديه وشاف امير من الامراء عمره 5 سنين ولا 6 سنين يركض وراه سمو الامير، سمو الامير شوي يحب ريله ويحب ايده. لا سعود انا اضيف لك شيء ثاني. يعني هذا كارثه ما ادري ايش هالبشر. لا اوقف انت شايف كذي؟ لا خليني انا اعطيك عاد شيء اخر.
انا اتحدى شوارب مسلم البراك ولحية فيصل المسلم انه يطلع دولة خليجية، يطلع دولة خليجية عنده من عمان للسعودية، يطلع ويقول فيها عن الشيوخ الكويت وعن رموز الكويت الكلام اللي قاعد يقوله في الكويت. شفت الكلام اللي الحين قاعد يمارسه هني عندك بالكويت؟ نعم. اتحداه يروح يقوله في البحرين، في قطر، في الامارات، في السعوديه. عن رموزنا ولا عن رموزهم؟ عن رموزنا. عندهم يتكلم على شيوخنا لا يغندرونه تغندر. والله صدقت. زين؟ ما يتجرأ يقول كلام هذا. تكلموا بس بالبحرين تكلموا. الرموز لها مكانه ويدري ان اذا سكت لك شيخ البحرين سكت لك تتكلم على شيخ الكويت باكر بترجع هذا ولد عمه، والسعودي كذلك. والامارات يعرفون انك انت ما تفتح المجال حق هالدبه هذا ولا باكر ياكل زرعك كله. هذا الفرق. بس ارجع لك مره ثانيه، هذول ناس يعني شوف اكو ناس ربما مما يزيد من حده الاساءات مالتهم ترى في امراض نفسيه. سعود في امراض نفسيه. يعني شوف انا هذول الاثنين فيصل المسلم ومسلم البراك زين معروف في علم الطب ان اللي عنده مشكله عضويه مشكله جسديه مثل معاق الله يشفيه ولا كذا دائما تنعكس على نفسيته وعلى تصرفاته وعلى شخصيته. هذول الاثنين فيصل ومسلم يعانون من مرض عضوي، يعانون من نقص في الفحوله، يعانون من عدم الانجاب، فكل حره وكل عقده في حياتهم يحطونها حره في الشعب الكويتي وفي ديمقراطيته وفي الشيوخه. هذه يعني ما اقدر يعني هذا امر بيد الله، بس احنا ايش ذنبنا؟ احنا ايش ذنبنا يعني؟ لا ما ايش ذنبك انك الله بلاك بهذا ولا بعد شو تسوي؟ يعني شوف انا الكلام اللي قاعد اقوله ربما الناس يقول لا بس عيب الكلام عن خصوصيات، اقول نعم ربما عيب مع ناس اخرين، بس مع واحد يكون سافل في الفاظه ويقعد يقول لي كواوله وما كواوله، اعلمه شنو الكواوله. زين؟ واحد يكون مسيء ومستعد يدوس على كرامه الناس، يدوس على عتراه. ادوس على عتراه. ما فيها مجال للمجامله، هذول مو ناس عاديين ولا محترمين عشان الانسان يحترمهم ويحترم مشاعرهم. هذول ناس قاعدين يسوقون السفاله في الكويت وقاعدين يبهرجون السفاله والحقاره، حقاره الخطاب، اساءوا للدوله، اساءوا للديمقراطيه، اساءوا للشعب، زين، واساءوا للحكم. ماني مستعد اني اعامله مثل ما عامل اي شخص اخر، لا يبغى ادوس على راسه. بس بالنهايه برافو على الاخ ابو عبد العزيز انت يا رضوان اللي وقف له وتحداه وقال له تعال انت اقسم ما انا اقسم ونشوف مين فينا الكذاب. الحين بيطلع لك بمليون لفه ومليون سالفه علشان يبرر، وراح تسمع ابشر من باكر. شوف التغريد. قال هو قال رضوان قال مستعد للمباهله انا ونحلف. عندك هذا رضوان مستعد للمباهله، هذا مو كفو مباهله. زين؟ انا قاعد اكلمك سجل عندك من الان. اتحدى لك اياهم، اولهم انت يا الوشيحي، ثانيهم اول بالاحرى اولهم سعد بن طفله لان هذا مغرم ميت. زين؟ اثنين انت يا الوشيحي، ثلاثة احمد الدين، أربعة محمد عبد القادر، خمسة مشاري العدواني. هذول بس ثبت لهم خلال الاسبوع الجاي، والقضية هذه شلون بيقعدون يبهرجونها ويقعدون يحرفونها علشان يطلعون رضوان غلطان وان صاحبهم هو الملاك الطاهر. زين؟ وانا اتحدى مثل ما تحدى ابو عبد العزيز، اطلع واقسم ان هذا الكلام صح. انا بصراحه انا ما ابي يقسم على ان هذا الكلام صح، لان انا اعرف ان هذا الكلام غير صحيح، والكلام كله ناقله من شيء نشرته القبس، والقبس نشرته يعني ككلام للدفاع. حتى القبس اليوم قاعده تقول حق رضوان هذا مو خبر، هذا نقل حرفي للكلام اللي كان موجود. نفسها الجريده تقول مو خبر، ومسلم براك مسوي خبر بيقول حق رضوان ليش ما قريت الخبر قبل؟ مو خبر يا حبيبي، مو خبر. يعني ابو براك في جزئيه بس ابى افهمها حق المشاهدين. عندما اي مسؤول ينفي اذا كان هناك خبر، ينفي هذا الخبر. طبعا اللي كتب في القبس ما هو خبر، لم يكن خبر. نعم، القبس لم تكتب خبر، القبس نقلت النص الحرفي لحكم القضاء. في حكم القضاء
في حيثياته قالت طلب محامي يعني الدفاع كذا. هل الشيخ ناصر المحمد مسؤول انه يكذب كلام المحامي؟ لا 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 لا, لا ولا له دعوه فيه، لا هو ولا حكومته. محامي طالب بكل شيء. هذه العلاقه ما بين المحامي والموكل ماله، عشان يبرئ موكله باي شغله. من حق المحامي ان يسوي اي شيء. نعم. زين عشان يساعد القاضي. يعني مليون محامي يعلم بان الموكل ماله مجرم ومرتكب للفعل، ولكنه يكتب مرافعات الهبل عشان يطلع براءه. نعم. يعني اذا مسلم ما يعرف الشيء هذا بعد هذا غباء مطبق. زين هو عنده محامين قاعدين يكذبون عنه طول الوقت. خله يسالهم يعرف شنو الحقيقه، هذا كلامهم. زين هذا في كل الاحكام موجوده. الاخ يسوى شوف الاخ روضان يبي يقسم منه الكذاب، انا اقول له ما بدك تقسم الكذاب. انا ابن مسلم يقسم على قران قدام ربعه بان هو مسلم فهمه للي صار كذي. يعني لو يقسم بانه هو فهم الكلام اللي حطته القبس بان ناصر محمد بعث الروضان الى السفاره، اذا هذا فهمه انا قابل فيه. انا قابل ان مسلم كان غبي وفهمها فهم خاطئ وتصرف على هذا الاساس. خليه يقسم على كذي، ما راح يقسم لانه يعلم جيدا انه هو لم يصل الغباء انه يقرا القراءه هذه. هو عارف بالضبط شو اللي قراه، وعارف بالضبط شنو التدليس اللي مارسه، وعارف بالضبط شنو التزوير اللي سواه والتحريف اللي سواه على الموضوع اللي كتبته القدس. عارفه بالضبط. حتى الادعاء بالسذاجه وبالغباء ما يلامه ولا حد يصدقه. بس هي بالنهايه مثل ما قلت لك استمرار المشاكل. يعني انت شفت لك واحد عاجل في الدنيا قدامه دستور وقدامه حكم محكمه دستوريه يقول ان لا يحاسب الوزير على اعمال الوزاره السابقه حتى لو عاد لها. يعني الحين وزير الماليه مو مستقال، لو يرجع باشر وزير الماليه ما تقدر تحاسبه على اي شيء تم قبل التوزير الجديد. هذا نص حكم المحكمه الدستوريه وهذا اللي موجود في الدستور. والاخ يطلع ويقول لك اول ما يقدمون القسم استجوبه. يعني انت بس قاعد تحاكي، قاعد تعاند من يا مسلم؟ ولا اللي انت قاعد تسويه ديمقراطيه ولا دستور ولا لائحه داخليه، ولا القصد كله هو تخريب هذا كله، تخريب الديمقراطيه وتخريب الدستور، تخريب اللائحه الداخليه واحكام المحكمه الدستوريه، كلهم ما يسوون شيء عن شواربك يا مسلم. وشواربك اللي ما تسوى شيء. شواربك اللي ما تسوى شيء، مو القانون والمحكمه والاحكام الدستوريه. هذه يعني ابو براك يعني وياك. هذا اللي قاعد يسويه سعود، اللي قاعد يسويه هو اساءه للدستور، لاحكام المحكمه الدستوريه، للمنطق. ابي اعرف تدري شلون؟ ابي واحد اخدمه من هالقلم اللي يلحقونه يطلع باسم الحقيقي ويقول نعم من حق مسلم او غير مسلم ان يستجوب وزير بعد اداء قسمه على طول. اتحدث خوات من صخورهم تطلع وتقول هالكلام، لان ماكو احد عنده ذره عدل والاحترام حق نفسه يقول هالكلام. ومع هذا تجد الهيلق هذول مالت الكواوله كل واحد يطلع لك ويقول لك انا استجوب بعد ما يقسمون. طب على اي اساس؟ يعني انا بفهم انتم احتقاركم لعقولنا مبني على شنو؟ منو الحيوان اللي قال لكم ان احنا اغبياء ولا ان احنا ما نفهم وتقدرون تبيعون لنا اي كذب؟ من اللي قال لكم الكلام هذا؟ فعلى كل حال سعود انت خليتنا نشعل في الموضوع، موضوع اللي صار ما بين روضان وبين مسلم. روضان على حق، مسلم مزور للحقائق، ملفق اللي كتبته القبس علشان يسوي شيء ضمن من المخطط العام ماله ومال اجنده ربعه، لا اكثر ولا اقل. شكرا استاذ نبيل الفضل انك وضحت الصوره تماما، وشكرا على مداخلتك.